السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. إن شاء الله النهاردة هنكمل درس الوورد، هنكمل موضوع تخصيص أشرطة الأدوات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرموز الأيقونات بتاعت الأوامر في شريط في أشرطة الأدوات لها شكل معين وليها تلميح للشاشة بيظهر تحتيها واسم بيظهر تحت في هذا التلميح. هل ممكن ان احنا نغير شكل هذا الزر او هذه الايقونة الى شكل معين؟ وهل يمكن ان احنا نعيد تسمية هذه الايقونة باسم جديد مختلف؟ كمان هل ممكن في اي زر من هذه الازرار احنا ما نعرفش مهمته ايه او اداؤه ايه في البرنامج، نعرف اسمه ايه واداؤه ايه ومهمته ايه في البرنامج؟ ده اللي هنعرفه كمان في استكمال موضوع تخصيص أشرطة الأدوات. نضغط تخصيص، في الأوامر لما بنحدد على أي أيقونة من الأيقونات دي وليكن مثلا تسطير، بنجد انه الوصف هنا زر الوصف اصبح نشيطا، واصبح كمان زر تعديل التحديد اصبح نشيط. الوصف يعني ايه؟ الوصف يعطي بالضغط على هذا الزر يعطي تلميح للشاشة سكرين تيب يشرح مهمة هذا هذه ال هذا ال هذه ال هذا الامر واسمه. اسمه تسطير موجود في شريط الادوات تنسيق، ويشرح تسطير مهمة هذا الزر. بالضغط على هذا المربع مرة اخرى يختفي. عرفنا يعني ايه الوصف. تعديل التحديد فيه سهم بجانب كلمة تعديل التحديد، نضغط عليه وتظهر قائمة من المهام. اولها اعادة تعيين. اعادة تعيين تعني رجوع شكل هذا الزر واسمه الى وضعه الافتراضي. حذف تعني حذف هذا الزر تماما. زي ما حضراتكم شايفين ممكن نضغط حذف، اختفى ايقونة التسطير. وعشان نعيد اظهارها مرة اخرى زي ما احنا عرفنا بنضغط على شريط الادوات التنسيق، ونضغط على اسم هذه الاداة الامر، ونضغط مع السحب، ونضع هذا الامر في مكانه المحدد. كمان اعادة تعيين، عرفنا اعادة تعيين. حذف الاسم. معنى الاسم اي الاسم الذي يظهر تحت هذه الايقونة. ممكن ان احنا نغير هذا الاسم الافتراضي الموجود تسطير. ممكن نظلل هذا الاسم الموجود ونسميه سطر مثلا، سطر اول، ونضغط ونغلق هذه النافذة. بالمرور على هذا الزر هذه الايقونة نجد انه تغير اسمها من تسطير الى سطر اول زي ما حضراتكم شايفين. في اي مكان قلنا في اي مكان بنضغط كليك يمين في مكان أشرطة الأدوات ونختار تخصيص علشان نلغي هذه التسمية اللي احنا غيرناها. بنحدد الأيقونة ونضغط على تعديل التحديد
بنرجع إلى إعادة تعيين. إعادة تعيين، نضغط عليها تاني، نجد أن الاسم رجع إلى وضعه الافتراضي وهو تسطير. كمان نسخ شكل الزر. ماذا يعني نسخ شكل الزر؟ لو احنا ضغطنا على نسخ شكل الزر وأغلقنا مربع الحوار هذا وذهبنا إلى أي أداة أخرى من هذه الأوامر، أي رمز من هذه الرموز، وضغطنا عليه كليك يمين وتخصيص، وحددنا مثلا هذا الزر ضبط. لو حددنا هذا الزر وضغطنا على تحديد ولصق شكل الزر، هنجد أنه تغير إلى وضع التسطير أيضا، أي أنه نسخنا زر تسطير ولصقناه على زر ضبط. نضغط إعادة تعيين للرجوع إلى وضعه الافتراضي. أيضا لصق شكل الزر طبعا عرفناه. إعادة تعيين شكل الزر أي رجوع الزر إلى وضعه الافتراضي. تحرير شكل الزر. تحرير شكل الزر زي ما حضراتكم شايفين في 3 نقاط أمام تحرير شكل الزر، أي أنه سوف يكون هناك مربع حوار لتحديد الاختيار منه. نضغط عليه وهو يعني إعادة رسم هذا الزر. زي ما حضراتكم شايفين في المربع اللي على اليمين تحت صورة مجموعة من الأسطر السوداء والأسطر البيضاء، مربعات صغيرة، وهنا مربع يحتوي على ألوان مختلفة. طبعا واضح انه اللي نشط من هذه الألوان هو اللون الأسود اللي هو محدد هنا. كمان مربع نقل تحت الصورة لنقل هذا الرسم إلى أعلى زي ما حضراتكم شايفين، أو إلى اليمين، أو إلى أسفل، أو الرجوع إلى اليسار. جزء معينة بيظهر شكل الزر. ازاي يمكننا تغيير او رسم الزر؟ لو احنا حددنا اي لون وضغطنا في اي مكان على اي مربع من هذه المربعات، نجد انه يرسم بالشكل اللون اللي احنا حددناه. لو احنا رجعنا وضغطنا على اللون تاني نلقاه بيتمسح زي ما حضراتكم شايفين. وبكده يمكننا رسم شكل الزر عن طريق هذه المربعات، مربعات الألوان زي ما حضراتكم شايفين، بمرور وسحب هذا الزر. مربعات، كون هذه المربعات صغيرة تجعل بإمكاننا رسم هذا الزر بشكل اللي احنا ممكن نختار أو نحتاجه. طبعا 3 أزرار: موافق، وإلغاء الأمر، ومسح. مسح يمسح كل التنسيق للبدء من جديد زي ما حضراتكم شايفين كده، للبدء بالرسم من جديد. وإلغاء الأمر وموافق للموافقة على هذا الشكل المرسوم، وإلغاء الأمر لإلغاء الأمر. طبعا هنضغط إلغاء الأمر. كمان عرفنا تحرير الزر، رسم شكل زر جديد، تغيير شكل الزر للاختيار من هذه الأشكال. يعني مثلا لو ضغطنا، احنا محددين زر ضبط، لو ضغطنا على هذا القلب الأحمر مثلا هنجد أن الزر ضبط يتغير ليأخذ هذا الشكل. للرجوع طبعا بنختار إعادة تعيين شكل الزر ليرجع إلى شكله الافتراضي. نختار أيضا نمط افتراضي. نمط افتراضي لعرض الزر، شكل الزر والاسم، اسم الزر. ممكن نختار نص فقط لظهور اسم الزر بدلا من شكله.
لنرى مثلا، نجد أن رسم شكل الزر يختفي ويظهر بدلا منه اسم هذا الزر. نرجع للنمط الافتراضي، ممكن نص فقط في القوائم، وده بيخليه في أشرطة القوائم زر ضبط في أشرطة القوائم بيكون، بس هو طبعا مش ظاهر، بيكون على هيئة اسم فقط. طبعا احنا بنختار الزر الأول، وصورة ونص، بنجد أن الزر يأخذ شكل الصورة وأيضا النص بجانب هذه الصورة. طبعا نرجع ونختار نمط افتراضي. في كمان بدء مجموعة لعمل حاجز بجانب مجموعة معينة من الأوامر أو فاصل في شريط الأدوات. لنرى مثلا هنا نحدد زر محاذاة لليسار ونختار بدء مجموعة بجانب هذا الزر. نلاحظ أنه حدث حاجز أو فاصل بين مجموعة الأزرار يمينا ويسارا، أنه هناك حاجز أو فاصل بين زر محاذاة إلى اليسار وزر تسطير. تعيين ارتباط تشعبي، وده موضوع متقدم شوية، وهو بيجعل الزر ذو ارتباط تشعبي. عرفنا القائمة تعديل التحديد. لوحة المفاتيح هنا مع تختص بإعادة تعيين اختصارات لهذه الأوامر. يعني مثلا يو أو تسطير كنترول ويو، ممكن نعيد هذا التخصيص، هذا الاختصار من لوحة المفاتيح، ونضغط لكتابة اسم أو حرف من لوحة المفاتيح مختلف، وهكذا. نغلق بكده، نكون لمينا بكل محتويات نافذة تخصيص، وهي مهمتها طبعا تخصيص أشرطة الأدوات وأزرار الأوامر في تطبيق مايكروسوفت وورد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.